أول شيء ينعاد عليكم: اذكر يا إنسان إنك من التراب وإلى التراب تعود. عماد كمال حبيبي. ماشي، رح بلش أحكي. أول شيء صباح الخير، تنعطيكم آخر المستجدات. السيد سيد يا هلا، وآدي رفول وشربل داوود، مرحبا. رح نحكيكم باللي عم بيصير آخر شيء، لأنه الوضع عم يتدحرج بطريقة سريعة. نبيل فرنجية حبيبي، الوضع عم بيخربط بطريقة سريعة، بس في إلها معطيات إيجابية من كل النواحي. يعني بتحبوا ننطر شوي تنقوى ولا نبلش هلا؟ حسين عبد الكريم حموش، يا هلا يا هلا يا هلا. طيب، رح خبركم اليوم شو عم بيصير، ونكون عم نعرف نكون بالجو. انتو في معطيين اثنين: ان حزب الله عم يجلد حاله، عم يجلد حاله. رح اقول لكم كيف. اول شيء للشعب اللبناني كله، حزب الله مجبور يطبق ال 1701، وحزب الله مش برضاه على قرونه بده يطبق ال 1701. وحزب الله عم يعطي الحجة لإسرائيل إنه تضربنا. ليش؟ لأنه إذا لا وجود لسلاح حزب الله، إسرائيل مجبرة تحت القانون الدولي إنه تظهر من لبنان. حسن عيسى حبيبي، وفادي أبي، ومارينا مور. بقى لأنه حزب الله قاعد بالجنوب أو موجود بسلاحه، مالك رزق حبيبي. رح انطركم شوي تنبلش نكتر ونرجع نحكي. شو رأيكم؟ فوزي سلمان حبيبي. طيب يلا منبلش. نيلي عزار حتى قرونه تكسرت 100%. محمد المرعبي حبيبي. رح خبركم، اسمعوا. حزب الله عم يجلد حاله، 1. 2، حزب الله مجبر انه يسلم سلاحه بالقوة. 3، في قانون اسمه ال 1701 وبفوت بمندرجاته ال 1559، يعني مجبور يسلم سلاحه وينسحب من جنوب الليطاني. هودي كلهم وماضي عليه حزب الله من سنة 2006. هودي كلهم مجبور حزب الله ينفذهم بالقوة، لأنه هلا إدارة دونالد ترامب إذا بدكم تشد كتير عليه تينفذهم. هاي أول وحدة. 2، إدارة ترامب ما راح تخليه لحزب الله موجود، لأنه بدها الشعب اللبناني يعيش أول شيء بسلام، وما يكون معه سلاح، وما يأثر على أمن إسرائيل اللي هي برايورتي، يعني أساسية. 3، بيير مراد حبيبي، جلبير الريب، يا هلا بول رزق. 3، هذا المنطق اللي نحن عم نشتغل فيه، انه امريكا بطريقة من الطرق استلمت لبنان. امريكا بعظمتها قالت لبنان بده يكون تحت الوصاية الامريكية لضمان امن اسرائيل بالشرق الاوسط، ولنكون عم نطلع المازوت والغاز والبترول من البحر لصالح اسرائيل وامريكا تيبيعوها لاوروبا. مين اللي عم بيعرقل كل هاي القصة؟ حزب الله. يعني حزب الله بده ياكل قتلة اول شيء. 2، طالما مش عم بتطبق القرارات الدولية حزب الله،
بده ياكل خبطة. 3 عم يعطي الحجة لكل بلدان أوروبا ولكل بلدان العالم وللمحافل الدولية إنه يا خيي طالما موجود حزب الله ومش عم بيطبق ال 1701 يعني إسرائيل بتبقى. يعني بطريقة من الطرق هالبهيم اللي اسمه نعيم قاسم من بعد كل الخبيط اللي أكله ومن بعد كل الشبيق اللي أكله الحزب ومن بعد انتهاء الحزب وجودا على الأرض وجوديا على الأرض بعده عم ببلعت ويقلكن أنا موجود وما رح سلم سلاح. هيدي اللذة فيها. هلا إذا ما بيسلم سلاحه روعة روعة روعة. أنا بالنسبة لي حابب إذا ما بيسلم سلاحه معناته بده ياكل خبطة ينمحى على الأكيد. ومين اللي رح يمحي؟ 3 أقاليم. إسرائيل اللي هي دايما بتمحيه تتضمن أمانة وحدودها الشمالية. الأمريكان لأنه عم بعرق لها مصالحها. وثالث مكون اللي شرفنا جديد على الساحة السوري أحمد الشرع رئيس جمهورية سوريا. المهم السوري هلا ساعد القانون الدولي 1701 بتطبيقه بطريقة انه سكر لهم المعابر بالشمال وبالبقاع. يعني شرق وشمال لبنان سكر لهم المعابر. بس سكر لهم 138 معبر. اختنق حزب الله زيادة. ما بقى عنده تمريق سلاح، ما بقى عنده تمريق أموال، ما بقى عنده إذا بدكن دعم شو ما كان. بقى بهالطريقة حزب الله عم يختنق زيادة. الدولة اللبنانية برئاسة فخامة العماد جوزيف عون كان عم بيقول إنه مش قادرين نحن نسكر المعابر والنقاط الحدودية كبيرة. هلا الدولة السورية خدمته. أنا عتبي على جوزيف عون واسمعوا شو عم بقلكم على رئيس جمهورية لبنان جوزيف عون بسببين. اللي عم بعرقل وإذا حدا بيوصل له بيكون أحسن لي. اللي عم بعرقل مخططات تنفيذ ال 1701 ومن ضمنه ال 1559 هو حزب الله. والحجة لإسرائيل إنه حزب الله موجود يعني إسرائيل مش رح تظهر. 3 جوزيف عون رئيس جمهورية من المفروض إنه يمشي القوانين الدولية ويمشي الدستور اللبناني. الدستور اللبناني بمندرجاته كان من ضمنهم تطبيق ال 1701 مش الدستور، الاتفاقيات اللي صارت من ضمنها كان تطبيق ال 1701 بكل مندرجاته من سنة 2006 ما تطبق. هلأ لازم بما انه هيدا الزلمة اجا بدعم دولي واقليمي وشعبي، يعني اوروبا وامريكا والسعودية والخليج كلهم دعموا، لبنان دعموا والشعب اللبناني دعموا. اكثر رئيس جمهورية اجا من بعد بشير الجميل من جميع الاقطاب هو جوزيف عون. من المفروض انه يستعمل قوته لتقوية الجيش اللبناني للسيطرة على لبنان بطريقة من الطرق وانهاء حزب الله. هيدي اللي ما عم يعملها جوزيف عون. صار له 3 اشهر ما عمل شيء، ما عمل شيء. استقبل ودع وبهني هو مدام نعمت. يا اخوان نحن قاعدين على روح النعنع والمطبخ الدولي عم يطبخ اشياء كتير ونحن قاعدين عم نتفرج. يعني الامريكان وصل لوقت دونالد ترامب من اول نهار يمضي قوانين وينفذ اللي براسه. كان رح ياخد بنما، قناة بنما، كان رح ياخد خليج المكسيك، كان رح ياخد كندا، ونحن بعدنا وما كان صار له بعد يومين ونحن بعدنا بلبنان قاعدين ما عم نقدر نشيل حزب
منتهي. رايح له 2 أمناء عامين ب15 يوم، رايح له حزب كامل بشهر واحد، 54 قيادي بالحزب طاروا، قائد فرقة الرضوان اللي هي النخبة عندهم عقيل إبراهيم عقيل فرامولونيه. ما عم بفهم شو بعد بده جوزيف عون. ما دام عندك غطا دولي وعندك غطا إقليمي ومصاري فيه ودعم فيه، انهي حزب الله، لأنه حزب الله عم يأذيك وعم يأذي لبنان وعم يأذي القرارات الدولية اللي بتساعد اللبنانية. هاي بداية. 2، دونالد ترامب مش رح يرضى انه يضل الوضع هيك بوقت عنا نحن بلبنان تاني اكبر سفارة بالعالم وعنا بترول وغاز، بدهم يتأمنوا، يعني يصير عليهم امان، تسحبهم اسرائيل تتبيعهم لاوروبا. مش رح يرضى دونالد ترامب يتركنا هيك. 3، ال 1701 لازم يتطبق، اللي هن ماضيين عليه حزب الله من سنة 2006، وإسرائيل كانت خدمتهم تركتهم. ليه؟ لأنه إسرائيل بهمها أنه حزب الله يضل يدعوس باللبنانية ويخرب لها اقتصادها كل صيفية ويدعوسنا وقت اللي بده ويعمل 7 أيار ويعمل قصص. إسرائيل كانت راضية لأنه كان خدمها. بينما إسرائيل اللي ولعها هلا آخر مرحلة هي قصة 7 أكتوبر مع حركة حماس وغزة. هيدا الفرق بالمعطى لازم نحن هلا نستفيد فيه كدولة. هلا عندنا كمان السوريين صار عندهم دولة جديدة. طب الدولة الجديدة عم تخدمك، عم تسكر لك المعابر اللي انت كنت تقول انه ما فيك تسكرها. هودي كلهم صاروا معطيات ايجابية تجاه حكمه لجوزيف عون اللي ما بده يتحرك، اللي انا صرت سميه اذا بدكم رئيس الهولز. هولز خيي، على الهولز، اخذ وحدية هولز اخينا ومبورة. رئيس مجلس الوزراء انيك نواف سلام نازل يبرم لي بالجنوب، قال وكل واحد بنط بيعوي عليه. المقاومة ما بنرضى نتركها. يا خي تعالوا تقلكم، المقاومة هي إذا بدكم نقطة سلبية تجاه المجتمع اللبناني. المقاومة هي حجة لإسرائيل تضلها بالجنوب. مقاومة هي حجة دونالد ترامب يدعوسنا. شيلوا المقاومة، منصير نحن ضمن المجتمع الدولي وقادرين نحكي اللي نحن بدنا اياه، وقادرين نحن نفعل باللي بدنا اياه، والامم المتحده واسرائيل بتجبرها انه يظهروا من لبنان، وبيظهروا ما بدها شيء. بعد عندهم 5 نقاط الجماعه. اللي عم بيصير هو لغط قانوني بقصه تثبيت الدستور ومؤتمر الطائف من سنه ال90 اللي ما تطبق مزبوط تطبيقه، اللي هلا لازم يتطبق، والا نهايه حكم جوزيف عون بطريقه عاطله. ليش؟ لانه السعوديه متكله عليه، عندها نظره ال2030 للشرق الاوسط، ونحن من ضمنها. لبنان مركز اساسي للسعوديه تنطبق مع ال2030. ال2030 في شغله تانية اللي هي النهضه اللي رح تصير بلبنان، مش دغري لنا، لانه البترول والغاز نحن مش رح نستفيد منهم، رح تستفيد منهم اسرائيل وامريكا، ونحن رح نكون لبنان ضاحيه اسرائيل الفقيره. بقى كمان نحن بنستفيد بطريقه من الطرق. يمكن ما عندنا اذا بدكم لينك دغري على البترول، بس عندنا اذا بدكم خدمات، اوتيلات، مؤتمرات لهودي القصص. يمكن بدل ما يجي هالمجتمع او هالشركه تعمل قعدتها باسرائيل، تيجي تقعد بلبنان باوتيل مرتب وتعمل اجتماعاتها. نحن يعني بنربح
إذا بدكم الخدمات اللي معقولة تخدم هالمؤسسات، لأنه ما رح يخلونا نحن نطلع مصاري من وراء البترول والغاز، لأنه في 3 أشخاص 4 سرقونا وبعصونا وقرطونا هديك الأيام. ميشيل عون رئيس جمهورية لبنان الخاين، نبيه بري الحرامي الأكبر هو ونجيب مئاتي اللي عملوا لهم اتفاقية كريش وبعد كريش وحسن نصر الله. هودي القصة اللي نحن عم نقول لكم عنهم. هودي ال4 هن نزعوا احتياطنا وربحنا بلبنان بخصوص البترول، لأنه مضيوا لإسرائيل 870 كيلومتر من أراضينا البحرية وتركوهم هن يبلعطوا فيهم. نحن ما بقى لنا شيء مبدئيا بالبلوكات الكبيرة اللي فيها غاز اللي فيها بترول. كرمال هيك إسرائيل مش هتخلينا نطلع ولا نقطة غاز. هودي الأغلاط اللي غلطوهم عنا المجتمع اللبناني والمسؤولين اللبنانيين، ومنهم من زمان حتى كمان فؤاد السنيورة باتفاقه مع قبرص بخصوص هودي البلوكات. اللي بدي اقول لكم اياه، نحن عنا إدارة عاطلة بلبنان لإدارة البلد. نحن عنا إدارة عاطلة تنحمي البلد من، إذا إسرائيل بتعتبروها عدوة، أنا ما بعتبرها، بس إنه إسرائيل مبدئيا عم بتقلكم خيي طبقوا ال 1701. أنا بفل ال 1701 ولا صلحنا مش لصلحها. ال 1701 يعني بس تشيل سلاح حزب الله من ايده وكل الاحزاب، مش بس حزب الله، يعني الفلسطينيه حتى. اسرائيل هلا بتفل، ما هي مش لصالحها انه تبقى. يعني نحن عم نجلد حالنا بايدنا ونحن عم نقوص اجرنا بايدنا. نحن اكثر ناس ما عم نعرف مصلحتنا حتى هلا بهاي الحكومه الجديده اللي كلهم قاعدين مش فاهمين شو بده يشتغلوا. يعني بيجيك وزير بيوقف هيك مش فاهمان شو بده يعمل، ذكي ومتعلم وخريج جامعه امريكيه. نحن ليش قلنا من الاول ما بدنا نواف سلام يجي ويجيب معه هودي؟ لانه هودي خيي ما عندهم الحنكه باداره البلد، بيعرفوا التكنيك اداره البلد، تقنيات اداره الوزارات، بس ما بيعرفوا يشتغلوا. صار لهم 3 أشهر لهلا بعد ما في وزاره قلعت بمشروعها، لهلا ما في وزاره قلعت بمنطقه. كرمال هيك هيدي اغلاط انا برايي كثير كبيره. لانه تخيلوا حالكم بمحطه الترين، هالترين عم بدور بده يمشي ونحن بعدنا واقفين عاملين هيك، لا قادرين نطلع بالترين، واذا بقينا على المحطه طارت علينا الفرصه، صرنا مضيعين من ايدنا كذا فرصه تنقدر نصلح هالبلد. اللي بدي اقول لكم اياه، انا تابت بنتقد العهد ضد العهد، بس انا عم ساعد العهد تيقلع، عم ضويله على اغلاطه. انا ما بحبه لجوزيف عون علنا وجه بوجه، ما بحبه، بس الزلمه رئيس جمهوريه مجبور اني احترمه. زلمه رئيس جمهوريه مجبور اني ساعده ليدير لي البلد لانه انا بدي البلد. زلمه رئيس جمهوريه مجبور اني انا اخدمه تيساعد لي وطني، ما هو بالنهايه هو المسؤول، هو معه هالمفتاح تيصلح هالبلد. ونواف سلام نفس الشيء. يا شباب، كان من المفروض على جوزيف عون ونواف سلام اول شغله يحطوا نبيه بري بالحبس، يحطوا نبيه بري بالحبس ويجمعوا كل العالم اللي سارقه بلبنان يحطوهم بالحبوسه ويرجعوا المصاري على خزينه الدوله. بس يبلشوا بهودي الاصلاحات، انهاء ما يسمى حزب الله، وبس يخلصوا من حزب الله بنكون نحن بلشنا نطبق ال 1701 والقانون الدولي الاخلاقي تجاه لبنان، وما بقى عندها حجه اسرائيل انه تغلط معنا. اذا بتصير هيدي رح لكم شو بيصير. اول شيء كل الدول الاجنبيه بصير عندها ثقه فينا،
القانون بيمشي والقضاء بيمشي. بيرجعوا مصريات العالم، بيرجع النظام المصرفي يشتغل، بيرجع إذا بدكم مصريات المودعين، بيرجعوا السرقات، بيرجعوا المشاعات اللي أخذها نبيه بري وهالحرامية. إذا جوزيف عون طبق اللي أنا عم قل له إياه، هيدي كسياسيين بحطهم بالحبس. كعسكر بأول جيش اللبناني وبيمحي شيء اسمه حزب الله، نهاية حزب الله. ليش؟ لأنه إذا بدك سلاح بتنط عند حزب الله، إذا بدك أشياء مهربة عند حزب الله، إذا بدك تشتري مخدرات عند حزب الله، إذا بدك تقتل بتجيب واحد من حزب الله. حزب الله هو أركان الفساد بلبنان اللي نحن كمان لازم نطيره، لازم نبعده عنا. 3، إذا لبنان بدنا إياه يكون من ضمن المطبخ الدولي، من ضمن الأخلاقيات الدولية كبلد محترم، لبنان ما بيقلع إلا ضمن الدساتير الدولية وضمن قوانينه. قوانينه ما بتمشي إنه جوزيف عون قاعد عامل هاي وبيحكينا بالكماليات وبالأخلاقيات وهو مش قادر يعمل شيء. يعني رئيس الهولز لازم يتحرك، رئيس الهولز لازم يتحرك. هلأ فرصة أنه نتحرك ونشيل الحجة من إسرائيل أنه تضل قاعدة بلبنان. حزب الله عم يخدم إسرائيل بهالقصة، عم بضل موجود هو وسلاحاته. إسرائيل عم بتقلكم خيي ما عم بتطبقوا 1701، أنا باقي. يعني صار لازم نخلص منهم، نسكر حدودنا، نبلش نقلع البلد، نفتح مطارات، نخلي المغترب يجي، نمشي القانون والقضاء. انا جوزيف عون مطلع في شي 30 مذكره توقيف، 35 بشيلهم او بنزلني على المحكمه بطريقه محترمه. شوف يا خي، اذا انا غلطان معكم بلبنان خي قصوا لي راسي، اذا مش غلطان بدي اقص لكم راسكم. هيني كتير. القانون والقضاء ما بده رئيس الهولز. المهم اللي بدي اقول لكم اياه، هلا كل قصتنا عم تنطبخ على نار حاميه بالمطبخ الامريكاني. الامم المتحده من بعد ما هول المجاديب تبعوا الحزب الله حرقوا لها البيك اب، حرقوا لها الجيب، و حرقوا لها الجيب، وكانوا حرقوا لها 3 ضباط فيه. وقفت المساعدات ووقفت الاستثمارات مع جماعة الشيعة بجنوب. هاي الأمم المتحدة. تطبيق 1701 بيطبق إذا تنعنا باللي نحن عم نحكيه هلا، إذا فهمنا إن نحن بدنا بلد. الدعم السعودي نطرنا تنبلش بهودي الأشياء الخفيفة تيدعمنا ماديا ويقلعنا البلد، وبعدين بصير في إعادة أعمار وتوابعه. حتى إعادة الأعمار حزب الله معرقلكم إياها يا خيي، بده إيانا نعمر وما معه مصاري، والدولة اللبنانية ما معها مصاري، وما بده يخلي السعودية تيجي، ولا بده يتخلى عن سلاحه. يعني يا أخوان طلعوا الصرخة أنتو. علتنا هي حزب الله، مشكلتنا هي حزب الله، مشكلتنا هي الثنائي الشيعي الزبالة اللي خارب البلد سياسيا وعسكريا. إذا جوزيف عون اللي عنده 80,000 عسكري جيش وعنده بوارج وحملات طائرات وغواصات بنص دين الشرق الأوسط، بنص دين البحر الأبيض المتوسط مع الأمريكان، هن مستعدين يدعموه. يعني المينيموم عنده 100,000 عسكري تانيين، والأمم المتحدة بتساعده كمان عندها كذا 100,000. حزب الله بيروح بنص ساعة. تحرك يا بني آدم، تحرك يا إنسان. بلدنا عم بيموت على البطيء وإن بعدك على الهولز يا إخوان. أنا ما بيعجبوا كلامي لأنه بتمنيك منيكي، بس أنا بحكيهم مزبوطين. هلأ حزب الله بآخر أيامه، حزب الله منه قادر يتنفس، مصاري ما فيه، مش عم يوصلوا، معابر غير شرعية ما بقى عنده، الكبتاجون اللي عنده عم يتسلى فيه. سوريا أحمد الشرع صارت ضده ومسكرت له يمكن يجي.
يمكن يجي أحمد الشرع على لبنان يمحي لحزب الله هو وجيشه، لأنه أحمد الشرع بالنهاية عدوه لحزب الله، وبيقدر كل دقيقة يدور ويفوت. مين بيمنعه؟ وإسرائيل ضده وأمريكا ضده. يعني خلص صار لازم حزب الله ينتهي، صار لازم حزب الله يطير، وتطبيق الدستور وتطبيق القانون بيصير مع جوزيف عون ومع الحكومة تبعيته نواف اسلام وتوابعه. هلا يمكن تلاقوا حديثي ما يعجب الكل، بس اخر همي هيدا المنطق اللي نحن عم نحكي فيه. يا اخوان حبيت اطلع معكم تقلكم شغله تانية. سئلت امبارح عن قصة وليد جنبلاط. وليد جنبلاط طالع ببيانات ومؤتمرات انه نحن مع القضية الفلسطينية. رح خبركم شغلة. هلا وليد جنبلاط خايف على حاله، وليد جنبلاط خايف على إمارته، وليد جنبلاط خايف على توسعه. يعني كان مفكر يضل عامل زعيم على جماعة السويدة بسوريا، ما زبطت معه هو وقام وهاب. إذا الإسرائيلية استلم بكرة جايتني تهمة جديدة بعرف. إذا الإسرائيلية فاتوا على السويدة وأخذوها بسوريا، يعني جنوب سوريا، وصارت من ضمن الشعب الإسرائيلي ودولة إسرائيل، يعني جبروت وليد جنبلاط وإمارته بتخف وبتضعف. وإذا فاتوا الإسرائيلية أخذوا دروز لبنان كمان، يمكن يا خيي أنا مجنون أيام مفكر إذا الإسرائيلية أخذوا دروز لبنان كمان وضموهم لإسرائيل، يعني بالعربي الفصيح وليد جنبلاط بفوت على الحبس وما بقتش عنده شيء، ما بيعود عنده إمارة يحكمها. كرمال هيك هلا وليد جنبلاط خايف، بيقول لك إذا راحوا الدروز بسويدا نحن ما عادش عندنا شيء، ووائل أبو فعور بعدش بقى يقدر يبعث لهم أدوية لفوق. وقام وهاب ما هو خايف أكثر منه، وقام وهاب ولي نعمته بشار الأسد لبطه وهرب، وخايف على حاله من اللبنانية. والدولة اللبنانية بدها راسه يمكن بكرة، ودولة أحمد الشرع بسوريا بدها راسه. كرمال هيك حطوا براسكم. ليش عم لكم هلا الوضع عم مشقلب؟ هلا في قانون دولي وفي قضاء دولي عم يشتغل، وهلا هذا القانون راعب كل واحد سارق البلد او عامل او ناهب. يعني نبيه بري مرعوب على مصرياته اللي صار له 30 سنه بجمع فيهم. قانون واحد هلا من دونالد ترامب بقشطوا اياهم بنص امريكا بنص لبنان. اذا بمشوا القانون بلبنان تيفوتوا كلهم على الحبس. وليد جنبلاط الاخطبوط الدرزي مستلم يا خيي امارته بلبنان، بس عم يجرب يعمل زعيم عليهم بالسويدة. طيب جماعة اسرائيل لبطوه، عملوا فيه العمايل وبهدلوه وبعثوا له بيانات شرمطوه، شيخ العقل باسرائيل. بعد عنده كان السويدة. هلا السويدة اذا انضمت لاسرائيل كمان بتنطوا لوليد جنبلاط. يعني مين بيبقى عنده بس دروز لبنان. يمكن بكره دروز لبنان ينضموا لاسرائيل ويصيروا من ضمن المكون الدرزي. كرمال هيك خايف على امارته، وبعده بيقول له نحن مع القضيه الفلسطينيه، مع انه الفلسطينيه باعوا قضيتهم. يا اخوان انا حابب احطكم بالصوره. نهايه حزب الله انتهت، بلشت. نهايه حزب الله وصلت على الاخر. حزب الله راسه على المقصلة، وهو الحجة تتبقى إسرائيل بلبنان. ما عم بيطبق 1701. وليد جنبلاط مرعوب من اللي عم بيصير بالسويدة، لأنه بيضغطوا عليه أكتر وبيخنقوه أكتر بجبل لبنان. وقام وهاب على الإياري خلص أكلها من كل الميلات. إسرائيل بدها تطبق 1701 بالقوة مع دونالد ترامب وقريبا، وبعدهم هن مكفيين يطلعوا غاز وبترول من البحر، ونحن قاعدين ناطرين هالترين تيمشي. حبيت اطلع معكم تشرح لكم هذا الوضع هلا كله بالاخر. شباب وزعوا هذا الفيديو، وصلوا لجوزيف عون
يعمل مثل ما انا عم بقول له، والله بيسمع مني، انا كرماله وكرمال العهد، تيبقى في العهد اذا بدكم. بكار مش خاش خيي تطول بالك عليه، مش لإله خيي، فاشلين ما عم يعرفوا يشتغلوا. عندهم التقنيات، يعني معلمينهم كيف بيسوقوا سياره، بس ما بيعرف يسوق ولا مره طالع ولا الديركسيون. هاي الخبريه. شبيبي حبيت اطلع معكم، اللي بحب يبقى يتابعني، انا دايما عم بطلع على التيك توك، عم نوسخها شوي بالتيك توك، لانه على الفيسبوك هو شوي رسمي اكثر وسياسي اكثر. حبيت اطلع معكم شباب، ما عندي وقت معين هيك، بس تهللي بس يصير شيء هيك فايت براسي بطلع بحكي فيه. انا بمسيكم. اذكر يا انسان انك من التراب والى التراب تعود. صيام مبارك للمسيحيين وللمسلمين هوديك المعطرين كمان. الخسي صار حقها مليون ليره وبنشوفكم ان شاء الله بهاليومين، ما بعرف امتى. يلا باي.